المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عندما تجد اليوم في المسلمين أسأل الله أن تكون صراحتي ابتغاء وجه الله، وأن تكون خالصة لله. أن تجد اليوم في المسلمين الذين يصلون في الصف الأول مع الإمام أصحاب حقد ولؤم ونكاية، في نكاية عنده بقلبه، في حقد. لا صلاة الصبح هذبته ولا صلاة الظهر هذبته، والله كما يقولون في المثل العامي مو حافظ من العشق غير أوحشتني. بس انه هو زلمه ما بيصلي بالبيت ابدا، بالجامع ورا الامام بالصف الاول، لكن ذلك لم يمنعه ابدا ان يحقد على جاره من المصلين وعلى امام المسجد، احيانا على امام المسجد، واحيانا على المؤذن. نعم يا جماعه، قال عليه الصلاه والسلام، او قال تعالى، ليش قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فإذا الصلاة اللي أنت عم تصليها ما نهتك عن الفحشاء والمنكر والبغي، ماذا بقي لك من صلاته؟ والله لم يبق لك إلا حركات رياضية فقط. معنى ذلك انتفت عنها صفة الصلاة، ما عادت صلاة. لما ربنا عم يقول إن الصلاة تنهى وما نهيت، معناتها هي صلاة شيء. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. في أحد المساجد عم صلي السنة، ما أسمع لك غير صار في ضوجة بالمسجد، حسلم من الصلاة، كانت السنة استعجلت بالصلاة وما شف لك غير دورية الشرطة شاحطين المؤذن من الجامع. خير 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 خير. قال أحد المصلين اشتكى عليه لأنه في واحد جاب بشاكير للمسجد. بعدين أنا دريت بالقصة، شرحوا لي واحد جاب 20 بشكير للمسجد، قال له المؤذن هذول أخي علقهم على الميضأة مشان إذا حدا توضى يلاقي بشكير. وشو لون البشاكير الله يجزيه خير اللي جابوا؟ بيض. علقونا المؤذن. هلا انت مو قاعد بالجامع، انزل غسل ايديك وشوف شو بيطلع منهم، لانه يعني الغبار وين ما كان والوسخ وين ما كان، الناس تتوضا والوضوء ما في صابون، بيخلص الوضوء نشاف. قال لي المؤذن لعشيه صار لونهم بيج غامق، ثاني يوم عشيه صار لونهم بني. المؤذن درويش فك البشاكير واخذهم على بيته، غسلون وجابون. يومين زمان اخذون غسلون وجابون. اي الله يعينه. قال لي والله ما معي حق خبز، لسه كل يوم غسيل ومنظفات وكذا. غسلون وحطهم بكيس وحطهم بخزانه بهالجامع. فات هذا ابو لسان عريض: ابو فلان وين البشاكير؟ قال له ليكم بالخزانه. قال له طالعون. قال له ليه ما بطالعون؟ لانه هيك صار، وما حدا من المصلين حن عليهم واخذهم غسلهم ببيته. قال له علقون وما دخلك فيهم. قال له علقون طلعت ريحتهم بالجامع. قال له ماشي الحال. الصلاة اللي بعد منا ما شفنا غير دورية الشرطة جاي أخذت المؤذن، حكى لهم القصة يظهر، شرح لهم الوضع. قالوا له أخي علقون وما دخل فيهم يا جماعة، طلعت ريحة الجامع. لك شو عم تسايب الصلاة أنت؟ 5 أوقات بتصليهم بالجامع ليه؟ ليه؟ وين إيمانك؟ نقرأ من الإمام، هي بجامع تاني، نقرأ من الإمام. شو بده بس يعني شو بده يلاقي شغلة يشتكي عليه فيها؟ عم نزل على أوقاف إنه هذا إمامنا يخطئ في الصلاة كثيرا وننبهه فلا يستجيب. وأنا قريت التقرير وأنا بعرف الإمام حافظ القرآن على القراءات ال10، أنا بعرفه، ما عم دافع عنه الآن، الله حاضر هو غايب، حافظ القرآن بالقراءات ال10.
ومرة أخطأ يا سيدي، ومرة أخطأ. ليش؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. كبار الأئمة ابن حجر العسقلاني ما فات على الطواف، شاف البيت العتيق وصلي ركعتين سنة تحية المسجد. ابن حجر يا جماعة صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قام اجى طفل صغير قال له يا سيدي ماذا تصلي؟ قال له أصلي تحية المسجد. قال له ألم تقرأ لابن حجر في فتح الباري أن تحية المسجد الحرام الطواف؟ قال له أنا ابن حجر والله رؤية البيت شغلتني عن هذا. قال له أنا ابن حجر بس شفت الكعبة المشرفة نسيت الحكم ونسيت كل شيء. ابن حجر الله يرحم الشيخ حسين خطاب عم يحكي مرة عم يستشهد بسورة الإخلاص على المنبر أخطأ فيها. شيخ قراء الشام أخطأ بسورة قل هو الله أحد، قام قال لهم لا إله إلا الله بعد ما خربط بنفس الخطبة. قال يا جماعة لعله ربي مشان يذكرني إنه لا تشوف حالك إنه أنت شيخ القراء، أنت معرض للخطأ، فكلنا خطاء، كلنا خطاء، كلنا خطاء. بتذكرني بقول لك الله يجزيك الخير. اجى الخطبة الماضية واحد بعد الصلاة قال لي أنت استشهدت بحديثين الجمعة الماضية، واحد أنا ما وجدته بكتب الحديث وواحد ضعيف. قمت أنا رجعت لمصادرهم طلع مضبوط مثل ما قال، واحد ضعيف وواحد الله يصلحني اليوم بدي اعتذر عنه، أنا نسبته القول للنبي عليه الصلاة والسلام طلع القول لسيدنا عمر مو لسيدنا رسول الله، لذلك ما وجدوا. إيه الله يكافئك بالجنة، بتراجع عن خطئي أنا. شو صار؟ أصابت امرأة وأخطأ عمر، أما بنزل أنا على الأوقاف بقول لهم هذا منذكره ما بيرضى يتذكر. لك شو عم تساوي أنت؟ صلواتك الخمس وينها؟ إلا لك شغلة لا تزعل مني وهي عم تتسجل الآن. يمكن في نسبة كبيرة من المسلمين التدين عندهم شهوة، في نسبة كبيرة من المسلمين التدين عندهم شهوة. شلون أنت عندك شهوة الطعام والشراب، هو عنده إسلام شهوة أنه يجي على المسجد يصلي وراء الإمام ويترنم بصلاته وتسلم لي عينه. شهوة. يلقاني أحدهم في الطريق قال لي ما تجي تخطب عنا بهالجامع هيك لأنه الشغلة يعني مرق، عرفته؟ قلت له أنا في الجامع اللي عم بخطب فيه الله يديم نعمه علي، أنتم عندكم خطيب في المسجد؟ قال لي ما بيعرف يخطب. شوف أنت أصعب شيء بهالدنيا لما بيجي واحد بيخاف يقرب على شط البحر يعني الشاطئ، بيخاف يقرب على الشاطئ، بيقول لك هذا بطل العالم بسباحة. إيه ما بيعرف يسبح، ما بيعرف يسبح، لسه ايد نازله ايد طالعه. لا اله الا الله. لك انت ممسحه مسقسقه بتخاف تغرق فيها. انت جاي تحكي على بطل عجيب. انت زلمه عامي ما بتعرف لساتك اقسم بالله على ذلك تقرا فاتحه الكتاب اللي هي سوره فاتحه كتابك يا مسلم اللي كان لازم تحفظها وقت كان عمرك 3 سنين، اهلك محافظينك اياها، وانت مسلم مؤمن عمرك الان 35 سنه. انا بتحداك اذا بتجيبهم ال 14 شده واحرف الهمس واحرف التفشي واحرف الصفير بسوره الفاتحه ما بيكون انا فيني مروءه منيحه. قال لي إيه ما تجي تخطب عنا بالحاره؟ قلت له شو خطيبكم؟ قال لي إيه ما بيعرف يخطب. قلت له إيه طيب انت في عندك حل، اذا ما عاجبك الخطيب اجتهد قبل بنص ساعه واطلع على جامع ثاني. شاء ربي اني انا اعمل عمليه فتق، قام قال لي الدكتور انه لا تخطب الجمعه هاي، ريح حالك مشان الجرح مشان كذا. قمت رحت صليت فيها المسجد، دخلت قبل الاذان صليت ركعتين، اجى المؤذن اقام الصلاه، صلينا ركعتين، قام الخطيب، اقسم بالله هي عم بقسم بالله خطب خطبة تمنيت لو أني بوزن هذا الخطيب، بوزنه يعني في الخطابة، 3 ساعة ما كرر كلمة مرتين. وكان يشرح قول الله تعالى في سورة المائدة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فعم يحكي عن العدل وعلاقة العدل بما تحمله القلوب في طواياها. 3 ساعة تمنيت لو أني بقوة هذا الخطيب. والله قمت أنا عم حدث نفسي إنه وينه هذا اللي عم يحكي عن الخطيب؟ شو هو الخطيب هذا؟ طلع أستاذ لغة إنجليزية، يعني ما شاء الله حوله علم كوني وعلم شرعي، أستاذ لغة إنجليزية وخطيب مسقع.
قعد الخطيب، خلصت الخطبة، قام للخطبة الثانية، وعظ بعض الوعظ، اللهم بدأ بالدعاء، قام سبحان ربي، دخل الأخ اللي اشتكى عليه بزمانه، باكيت الحمراء بجيبته وجايب البيجامة اللي نايم فيها مكوعة عند كواعه وركبه، وشامر أحد الفردتين متوضي مو منزلها، وقف العينتين والدعاء شغالها، بده يصلي ما شاء الله ما شاء الله، بده يصلي تحية المسجد، صلى تحية المسجد. هو في الصلاة كان شيخنا خلص وأقاموا الصلاة. تصور أنت، شايف حرصه على الخطبة؟ مين عم يشتكي على الخطيب اللي ما حضر شيء من الخطبة؟ وإياك أن تقول إنه بس اليوم، لا أسيدي، لأنه اللي دأبوا التأخر عن صلاة الجمعة ليوم القيامة راحت معه، واللي دأبوا التبكير ليوم القيامة راحت معه. أنا سكتت، عملت حالي مو شايفه، درت وشي لحتى خلصت الخطبة، طلعوا الناس من الجامع، سلم من هون، التسليمة الثانية كان فاتن على اليسار وبرا سنة ما صلى. 3-4 أشهر صدفت الإنسان، قال لك امتى حتجي تخطب عنا بالجامع؟ قلت له ليش؟ قال لي هذا الخطيب ما بيعرف يخطب. أكل نصيبه، بتعرف شو قال لي؟ الله يسامحه ويصلحه، قال لي والله ما بيطلع لنا معك. ليش ما بيطلع لك معي؟ ليش؟ يعني شو التعبير؟ ليش ما بيطلع لك معي؟ قال لي يلا اعمل علي خطبة هلا. قلت له والله لجيبها، وأظن مرة جبتها. فشايف، مع كل أسف التدين عندنا احفظوها، والله أقولها وأنا مسؤول عن كلامي، التدين عند الكثير، لاحظوها، ما عم أقول عند المسلمين، عند الكثير من المسلمين بقي اليوم شهوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعال هذا الإنسان اللي رفع تقرير بالمؤذن وراح اشتكى على الإمام بالأوقاف، جيب له الحديث، شو بيقول لك؟ دغري بحاكيك 6 إنش، لا تعمل لي الله وكيلك. بده يطالع حاله مثل الشعرة من العجين. ومين المخطئ؟ الخصم. أما هو يتبرك به.